سعيد داودي الإذاعة الوطنية. مبروك كوتش الفوز الثالث على التوالي ومبروك العيد. الله يبارك فيك. ملي شفنا المباراة ديال اليوم تنقول انا كيفاش عصام الشرعي غادي يختار اللاعبين المباراة ديال الناس في النهائي. يعني عندك الوشوة كثير وصعيب انك باش تحط واحد 11 لاعب اساسي في المباراة ديال الناس. يعني اليوم شفتي لاعبين جداد واكتشفناهم جميع عندهم مهارات وكيستحقوا التواجد ديالهم في الاولمبي المغربي. شكرا، عيد مبارك سعيد انت ليك وجميع المغاربه. انا واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف والدراري راهم فهموها، هي لا سوليداريتي. ما يكونش فينا الحسد بيناتنا، لعب واحد ولا لعب الاخر، الواحد يعاون الاخر باش يطلع المستوى ديالو. وإلا قلنا داك الشيء غادي نكونوا مزيانين، وما كايناش في هذا الفريق ما شاء الله. ملي تجي تشوف اللعابه كل شيء واحد يشجع الاخر، وهذا الشيء اللي غادي يوصلنا ان شاء الله لابعد نقطه. من تجي تشوف الكابيتان ديالنا عبد الصمد كنت عنده 3 بوت 2 اسيست، يقدر يفكر في راسو نخليوه يلعب واحد 20 مينوت ولا 30 مينوت باش يحاول يماركي ان بوت ولا لا. ما سا مارش با كوم سا. كيفكر عاوتاني في اللعابه الاخرين حتى هو، ونهنيه ونهني بلال ونهني كاع جميع اللعابه، لان داك اش كيقولوا هذه السوليداريتي بيناتهم هي اللي غادي دير الفرق باش نوصلوا لابعد نقطه. وانا ما بغيتش داك الحق، ما بغيتش داك الشيء بيناتهم، واحد لعب الاخر يكون معصب، ولا واحد بدا المباراه الاخر يقول انا ما بديتش انا في الدكه. لا، كل شيء خصنا ندفعوا باش ان شاء الله نوصلوا لا فينال ونغلبوها. On prendra 2 autres questions, monsieur. Bienvenue au Maroc, marocain, bienvenue. Ma petite question, est-ce que les choses dures vont commencer, la demi-finale? Et deuxième question, est-ce que Shara Aissam représente le modèle Walid Regragui? Pour répondre à la première question, c'était pas facile. On a gagné 3 fois, mais c'était pas du tout facile. On s'est très bien préparé contre les adversaires. Alhamdoulilah, on a remporté 3 victoires. Pour moi, je suis très content qu'on n'a pas pris de but aujourd'hui, parce que داكشي اللي قلت لهم قبل، قلت لهم دابا خصنا إلا ما ماركاوش علينا نفوزوا المباراة، parce qu'on a un moyen de 3 buts par match. Alors les joueurs, ils font le nécessaire offensivement. إلا كنا défensivement كنا bien, on prend pas de but, on peut gagner des matchs, ça s'est prouvé aujourd'hui.